التي تعيقها بعض الشيء، ولكنها رغم ذلك تمارس دورها. من هنا قلنا أن آلية التقارير هي ذات حدين، قد نستخدمها الهيئة للمطالبة بحماية دورها حتى تلعبه كما يجب، وتمكينها من الإمكانيات والآليات التي تملكها. شكرا. خليك كثير. شكرا جزيلا. التليفوني. المستوى الثالث من المساءلة هو ما تحدثنا عنه وهو مشمول في برنامجنا اليوم، هو أهمية المساءلة الدولية والعالمية، وعندك المساءلة كميكانيزم لحماية الحقوق الدولية، وهذا سيرجعني إلى ما تناولته منذ حين. في الحقيقة هذه الجهات التي نحملها رسالة، من يمثلها في تونس؟ من يمثل الحكومات والمعهد الدنماركي وغيره وظروفنا الكرام؟ في كلمة موجزة، جئتمونا ذات ربيع سمي ربيع ياسمين، وسمي ربيع حرية وكرامة، وسمي ربيعا حربيا، وسمي ربيعا عربيا، لا تعنيني الأسماء، هو كان ربيعا. وشاركنا معا في الحلم في أن نكرس هذه الآليات لحماية الحقوق الإنسانية الكونية، قد تساعد هذه الهيئات في صالح لأصحابها، قد تساعد هذه الهيئات في لعب دورها فيها، وتلقينا منهم حقيقة دعما. ولكن الصورة الجميلة والحلم الجميل في أن شمالا يحلو على الجنوب في إطار مشاريع جنوب متوسط، وفي إطار مشاريع دعم الديمقراطية في المجتمعات في خطواتها الأولى وفي المجتمعات النامية إلى غير ذلك. صورة جميلة رسمناها حقيقة وتشاركنا فيها وأنجزنا عديدا من الأعمال، لا أنكر ذلك. كان في إطار تبادل الخبرة، كان في إطار تعاون، وكان بشكل جيد، ولكني أكرر أن الحلم قد تبدد، وأن الصورة لم تنشرح بل تفتتت على صخرة حرب غزة، حرب إسرائيل، الحرب الإبادة على غزة. الصورة تفتتت. أوصيكم بلغوا المؤسسات التي تمثلونها لمن هم من أبناء الوطن ومن ضيوفنا الكرام، بلغوا حكامكم ودولكم وبرلماناتكم، بلغوهم جميعا أن ما قاله لهم السيد جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في يوم 18 أكتوبر، قال لهم إن لم تدينوا العدوان على غزة كما أدنا عدوان روسيا على أوكرانيا فستسقطون سقطة أخلاقية كبرى. لم يكترث مرحى بتصريح السيد بوريل، وشكرا له على ذلك أنه استفاق وقال الحقيقة. ولكن بعد كم من ألف شهيد، بعد كم من ألف طفل مزقت أشلاؤه، ولكن رغم ذلك مرحبا، ولكن لم يكترث له أحد، لم يسمع لكلامه أحد. هذه المجتمعات التي صدعت رؤوسنا لم تكن بمكيالين فقط، والله كنا نقول الغرب هي معروفة بالكذب بمكيالين، ولكنها انخرطت بشكل الشريك، فهي تشارك في العدوان، لم تعد تدعم، لم تعد تبرر فقط، بل تشارك بالآليات الحربية والمالية والدعم الإعلامي والكذب الإعلامي. شاركت في كل هذا. أنتم قد صاروا شريكا في العدوان. الصورة تلطخت. أنقذوا أنفسكم، قولوا لهم أننا مسلمون وغاضبون، وحذاري كما قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش، حذاري من غضبي أنا عربي. وشكرا جزيلا لكم. الشخصية محاولة الالتزام بكل ضمن اختصاصها أيضا عمليات التحقيق والتقصي التي تقوم بها بعض الهيئات والتي تقوم بها لفائدة طبعا الضحايا ومن أجل حماية حقوقهم، ردها على البلاغات والإشعارات والشكايات ومتابعة هذه الأوضاع، كلها تدخل ضمن يعني دائرة المساءلة بشكل عام. فيما يتعلق الآن بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ونختصرها عادة في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تخفيفا عليكم، ولكن التعذيب يقابل المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بينما بقية التسمية التي هي غير من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة
تم تعرض لها في المادة 16 من الاتفاقية، وبالتالي هما جناحان اثنان لنفس المهمة. الهيئة الوطنية للقيم والتعديل وهي أول آلية وقائية وطنية المنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بهذا رائدة في مجالها، ولكنها مع ذلك تتحمل مسؤولية إضافية لأنها تنشئ نموذجا غير مسبوق من نماذج المراقبة، من نماذج المساءلة أيضا، ومن نماذج خلينا نقول الانضباط الذاتي فوق ذلك. الآلية الوطنية للوقاية من التعديل هي آلية المساءلة، بمعنى أنها تسائل الدولة الطرف، وهي في هذه الحالة الدولة التونسية وخاصة الجهاز التنفيذي المشرف على الأماكن السلم والحرية، تسائله حول مدى احترامه للقانون الوطني النافذ، ولكن أيضا المعايير الدولية التي صادقت عليها تونس من خلال مصادقتها على مختلف الصكوك والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. وفي حال الهيئة الوطنية للقيم والتعديل طبعا نحن نسائل الدولة التونسية عن مدى إنفاذها لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس منذ سنة 88، وللبروتوكول اختياري هذه الاتفاقية التي صادقت عليه تونس سنة 2011. كما قلت منذ قليل نحن أيضا خاضعون المساءلة، وهذا ليس فيه أي غرابة رغم استقلاليتنا الهيكلية والأدائية والوظيفية والإدارية والمالية. نحن تراقبنا السلطة التشريعية، نحن يراقبنا الجمهور العريض عبر منظماته وقواه الحية، ولكن قبل ذلك وبعده نحن هيئة مسؤولة، وكثيرا ما تترجم المسؤولية عبارة عن المساءلة، باعتبار أننا قبل أن نساءل علينا أن نسائل أنفسنا وأن نكون ملتزمين ومنضبطين ذاتيا. وأعتقد أننا نسعى في الهيئة الوطنية للقيم والتعديل إلى أن نكون على هذا النحو. طبعا نحن يسائلنا الضحايا، يسائلنا مسلوبو الحرية، يطلبون منا يعني المدد والسند والعون والغوث حينما تكون كل حقوقنا مسلوبة فقط وليس فقط الحرية، لأن مسلوب الحرية بقوة القانون وبإنصاف العدالة هكذا يفترض على الأقل، ليس مسلوبا لأي حق آخر، وفي مقدمة ذلك حقه في حفظ كرامته المتصلة فيه وفي احترام يعني حرمته الجسدية والمعنوية. وهذا يوحينا طبعا إلى أن هذا الشخص الذي سلب حريته يجب ألا يتعرض لأي شكل من أشكال يعني التحرش أو التعميم أو التعذيب أو غيره، ولكن في ظل الإفلات من العقاب ما زالت هذه السلوكيات متواترة، وخاصة في الساعات الأولى التي تلي استيقاف أو الإيقاف أو يعني الاعتقال، باعتبار أن منظومة البحث خلينا نقول الأمني والتحقيق ومعناها يسمى بالبحث الأمني ما زالت قائمة على انتزاع الاعترافات بدلا من المواجهة بالحجج خلينا نقول معناها الدلائل القاطعة بصفة علمية.